مرحبا يا غوالي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. بما أنه قرب العيد حبينا نساوي وصفة المعمول على أصولها. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير مع أسرار النجاح بالبيت. وهي الوصفة معنا هون. عنا هون 3 كيلو طحين. كيلو طحين بده يكون أبيض، الطحين بده يكون أبيض متعدد الاستعمالات ما بيمشي الحال. وعنا هون كيلو ونص سمنة حلون. السمنة طبعا على الطلب، يعني انتو كيف تحبوا تستعملوا السمنة تستعملوها. أول شي بننزل السمنة فوق الطحين. هلا يا غوالي بندعكم كلهم مع بعض لحتى يشبكوا. أسرار نجاح العجينة إنه أول شي لازم ندعك بس سمنة وطحين، سمنة وطحين بدون ما تضيف عليهم لا سكر ولا مي لحتى يشبكوا كلهم مع بعضهم. وهلا يا غوالي بعد ما صارت العجينة هيك بهالقوام هذا بدي ادعكها دعكة على السريع. أنا من هيك دعكة على السريع. لازم تندعك كتير منيح العجينة تصير هيك بالقوام هذا. بعد ما ندعكها كلياتها بدنا نحطها بالبراد لمدة ساعتين لحتى تبرد مزبوط. أهم شي دعك العجينة مزبوط، لأنه إذا ما اندعكت مزبوط العجينة ما بتنجح معكم بالبيت، لأنه هو سر نجاح العجينة بدعك السمنة والطحين مزبوط. يا غوالي كل شي طحين بنحط له نص كيلو، نص سمنة. يعني إذا عنا كيلو طحين بدنا نحط نص كيلو سمنة، إذا عنا كيلين طحين كيلو سمنة، يعني كل شي طحين عنا بدنا نحط نصه سمنة. أهم شي وزن الطحين والسمنة. وأنا باقي العيلة حتلاقيكم يا تقدير، بس هو على الميزان تقريبا، بس تقدير يعني. هلا يا غوالي بعد ما عجنتها بالشكل بدي فضيها بصينية كبيرة عندي. فضيها كلها بالشكل هذا. بدي اعمل لها هيك اصابع مشان تبرد كل العجينة. بدي احطها بالبراد لمدة ساعتين. وهلا يا غوالي بدنا نجهز الحشوة. عندي هون الفستق، بدي اكسرهم شوي هيك بالشوبك، هرس بس اهرسهم هرس. بس انه ينهرسوا هرس شوي يعني. وهلا يا غوالي بعد ما هرسنا الفستق والجوز هيك على الشوبك هيك بالشكل بدي هرسهم انا. هلا بدي تبلهم. انا عندي هون قطر سميك. القطر سميك يا غوالي هو عياره كاستين مي، كاستين سكر وكاسة مي. تمام، على طول بيكون السكر اكتر من المي. بدي احط لهم لهيك قطر. القطر لازم يكون سميك، يعني قطر خفيف. بدي اقلبهم بالشكل هذا، خليهم كلهم وهلا يا غوالي بعد ما تبلناهم بالشكل بس بالقطر بدي احط لهم معلقة سمنة. انا السمنة بحطها مشان تروح الدباقة فيهم وتعطيهم نكهة طيبة. بقلبهم هيك شوي شوي. بسم الله. وهلا يا غوالي كمان الجوز نفس الشي. بعد ما تبلته بالقطر حطيت له معلقة سمنة. السمنة بتروح الدباقة اللي فيه. طيب انا كيف بدي اعرف انه صاروا جاهزين؟ بمسكون هيك يصيروا هيك بالشكل هذا، هيك يعني جاهزين للمعمول. والجوز نفس الشي كمان تكونوا متماسكين مع بعض. عرفتي؟
تمام. غوالي بعد ما طلعها من البراد تمت ساعتين بالبراد، بدنا ندعكها بهالشكل، بنعطيها دعكة هيك غير شكل. طبعا فيني خليها أنا أكتر من هيك، يعني 3 ساعات 4 ساعات، كل ما بردت كل ما أفضل، بس أنا برأيي ساعتين أفضل، لأنه بصير صعب عليكم دعكة، لأنه ما في عندكم مثلا عجان أو هي، لأنه كله دعكة على الإيد بيكون. ساعتين أنا برأيي كافي يعني. ولا يا غوالي بدها دعكة غير شكل، لازم يصير قوامها كريمي، يكون حطه لازم يكون فيها يعني. بسم الله. لو هذا عيار 3 كيلو، أنا راح أحط لكم بالوصفة عيار كيلو، وانتوا بقى قديش بدكم تساووا، بتساووا 3 كيلو 4 كيلو على قد ما بدكم. أنا هلا عم ساوي 3 كيلو طحين. تمام. خلص. هلا يا غالي شوفوا لي هيك لازم يكون قوامه، تفرجوا هيك. ها، يعني لازم يكون قوامه كريمي يعني. ها قربي روحي، شايفين؟ ها هيك بالشكل. ولا يا غوالي بعد ما خلصناها وعجناها بالشكل هذا، هلا التبليعة تبعها هي بمصلحتنا بنقولها تبليعة، يعني مي وسكر. عندي هون 3 كاسات مي وكاسين سكر، بضيف عليهم كمان كاسة سكر، يعني 3 كاسات سكر و3 كاسات مي، يعني لكل كيلو طحين بده كاسة سكر وكاسة مي. تمام. وعندي هون قدر معلقتين قطر، القطر لازم يكون قطر قطر ما يكون قطر سميك، يعني كاس سكر كاسة مي، قدر معلقتين. عندي هون خميرة، بدي احط رشة صغيرة، رشة صغيرة بس تعطيها طراوة بعد الخبيث، عشان تعطيها نكهة طيبة. بكفي بالشكل، يعني قدر معلقة صغيرة. المحلى بيعطي نكهة كتير طيبة للمعمول. نحركهم بالشكل هذا حتى يذوب السكر فيهم شوي. يا غوالي بعد ما خلطنا المي والسكر، بدنا نكتهم فوق العجينة هيك. وهلا أهم شي لاحظوا على الشغلة، إنه أهم شي لازم تكون تقريبا شوي شوي من فوق لتحت هيك، هيك شوي شوي، يعني ما بدي أقسي عليها بالدعك، هيك من فوق لتحت يا غوالي، لحتى تاخد المي كل اللي حطيناها. بسم الله ما شاء الله، 100 على 100، يعني عم تاخدوا شغلة من ابن مصلحة، طريقة مضمونة 100% وعن خبرة يعني. هيك من فوق لتحت. ولا يا غوالي بعد ما بلعناها المي والسكر بهالشكل لازم تصير. شوفوا لي قوام أحلى، بسم الله ما شاء الله. هلا بدنا نحطها بالبراد لمدة ربع ساعة ونبلش فيها شغل. يا غوالي بعد ما جهزت العجينة والحشوة كلها تبعنا جاهزة هاي، بسم الله ما شاء الله. ولا نبلش هيك، ناخد هيك نعملها دعكة صغيرة هيك للعجينة. شوفوا العجينة شي على العالم، نمدها هيك. ها شي فاخر على الآخر، نقطع هيك بالشكل هذا. هلا بدي احشي تبع الفستق. أنا الفستق ناخد هيك شقفة، نكبسها هيك ونحطها بقلبها، نعطيها كبسة خفيفة ونسكرها بالشكل هذا. كبسة خفيفة هيك كتير بسيطة. بسم الله. تمام. هلا بدي اقطع العجوة، كمان عجوة هيك بمدها هيك شوي على ايدي، بقطعها بالشكل هذا. كمان العجوة هيك
كبسة خفيفة هيك وبنحطها بقلبها، كمان كبسة خفيفة وبنسكرها بقى هيك بهالشكل هاد. يا سلام شي على العالم. ولا يا غوالي بعد ما حشيناهم بالشكل هاد بدنا نطبع تبع الفستق. يا سلام. هلا يا غوالي بدي اطبع تبع الفستق، نحطها بالشكل هاد كبسة خفيفة، نعملها هيك. يا سلام. بسم الله ما شاء الله. هلا تبع العجوة كمان بالشكل هاد وافي. تبع العجوة بدنا نحطه نطبعه هيك بالشكل هاد. يا سلام شي على العالم. شو هاد يا معلم؟ وهذي بسويها على شكل على ايدي يا غوالي على شكل وردة. عملتها امسكها هيك. يا سلام شوفولي على الدهب، شوفولي شي فاخر على الآخر، شي على العالم. يا سلام. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هلا بنعطيها وحدة هيك. يا سلام. شو هذا يا معلم؟ شي على العالم. التمر يا معلم معمول بعجوة، شوف فرج على المنظر. يا سلام شي على العالم. شو هذا يا معلم؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا غوالي. وهي كانت وصفتنا للمعمول اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم.